السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا الحلوين وأصدقائنا وأصحابنا، يا رب تكونوا بخير دايما. كل سنة وانتم طيبين. بقالنا كتير ما طلعناش مع بعض. كل سنة وانتم دايما في أحسن صحة وأحسن حال بمناسبة العيد الكبير. يا رب يا رب يا رب كل اللي بيسمع الفيديو أو بيشوفه السنة الجاية يكون على عرفات إن شاء الله. في حاجة كده كنا عايزين بس يعني إيه نلقي الضوء عليها. والله أنا بقالي كتير ما بطلعش وبقالي حبة كتير قوي ما يعني مش بتكلم. بس شفنا حاجة كده إن زيزو راح الأهلي، وكان قبله إمام راح الأهلي، وكهربا راح الأهلي. يا جماعة اللعيبة ديت مش لعيبة الزمالك. ومش هنخش في الجدال دوت اللي بيقول لك ده الأهلي بيفضل الزمالك زي ما فضل الإسماعيلي. ومش هنرجع، التاريخ طويل. لو قعدنا نتكلم فيه يخلص بعد 3 4 أسابيع، يعني مش بعد 3 4 أيام. بس أنا عايز أقول على حاجة بعد ما شفت لقاء زيزو مع إبراهيم فايق. الزمالك فقد عقلية غريبة جدا. يا جماعة انتوا خسارتكم مش خسارة فلوس او خسارة عرض جه من الخليج ولا من السعودية. انتوا بتفقدوا عقليات. احنا عندنا في علم الإدارة بيجي يقول لك ايه رأس المال المتراكم. دي حاجة كده ما يعرفوش غير الإداريين شويتين. ايه هو رأس المال المتراكم؟ اللي هي الخبرات. واحد بقاله عمر شغال معاك، واحد دماغه غير، واحد طريقة تفكيره غير، واحد بيتعامل بشكل تاني. فالخبرات ديت والتراكمات دي اللي بتديك تميز. فانت النهارده بناء عليه بتتكلم. يعني انت بناء على ايه زعلان؟ يا جماعه انتوا المفروض يبقى زعلكم. انتوا عقليه زي دي مشت. ابراهيم فايق سأله كذا سؤال، كان مغزى الاسئله دي كلها يشوف الراجل ده عقليته عامله ازاي. اسئله على الزمالك، واسئله على الاهلي، اسئله على اللعيبه، اسئله. الولد بيفكر بشكل مختلف تماما وطريقه عمليه جدا. ولد فاهم جدا هو عايز ايه بالنسبة لسنه الصغير اللي هو 27 ولا 28 سنة ولا معرفش كام. ان يفكر بالطريقة ديت ده حد قوي جدا 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 جدا. آه الناس واخداها في سكة عرض نيوم وعرض العين وعرض الوقرة وعرض مش عارف ايه وعرض مش عارف مين. بس سابوا جدا ان انتوا في حد عقليته كويسة. الناس اللي بتقول ان زيزو مش عارف مش بيرقص واحد على واحد، ايوه زيزو مش بيعرف يرقص واحد على واحد. بس ما انت عندك جيش بيرقص واحد على واحد. انت الفريق كله عندنا بيرقص واحد على واحد. امام بيرقص واحد على واحد، قفشه واحد على واحد، تريزيجيه واحد على واحد، بن شرقي. يعني مش محتاجين. يعني زيزو هيجيب الجون في الاخر. يا جماعه خلينا هادين. خلينا كويسين. يعني دي نقطه. تاني نقطة لنادي الزمالك بقى، معلش يعني في الكلمة يا جماعة، هو انتم ما تعرفوش يعني تعلوا من شأن ناديكم؟ الولد طلع وقال حاجات، انا اسف يعني صعب قوي، وفي الاخر بنكتشف ان نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك يقول لك لا هو المفروض ما يمشيش دلوقتي، هو يمشي يوم 12/6. يا حبيبي الولد سابك ومشي. الولد قال لك كلام وتفاصيل وحشة. ما تخشليش ان دي حقوق ايه بس. دي لا حقوق ولا نيل. انت الحق الادبي لنادي الزمالك نفسه اكبر من اي حاجة تانية واعلى من اي حاجة تانية. فانت جاي تقول لي حقوق علشان مش عايز تديله فلوس، وفي الاخر هتطلع غلطان. فلما تطلع غلطان تروح تعتذر، فلما تعتذر يبقى منظرك وحش. انتوا بتتكلموا ازاي؟ انتوا في كل اللعبات السنه دي لا سيئه، ومش السنه دي بس، انتوا بقالكوا 3 4 سنين مش في احسن حاجه. معلش في الكلمه، كنت بتكلم مع صديق امبارح زملكاوي، فلقيته بيقول لي لا ده اداره مرتضى منصور الافضل. يا جماعه مرتضى منصور كان صعب. كان يعني في تلاسن وفي تطاول كتير جدا بيتم يعني على كل الناس. بس الظاهر ان هي فعلا الزمالك هو الوان مان شو، هو فعلا مرتضى منصور هو اللي ينفع. يعني هي لو بالطريقه ديت وباللي احنا شايفينه وسامعينه، لا انتوا كده عايزين واحد يقعد ماسك لكم خرزانه. اللي يفتح بقه بس مش يقول كلمه يقوم جاي مديله. فاتمنى من الزمالك ان هو يخلي باله من الناس ومن مش عارف، يعني انا مش عارف. راجل فرش الملايه بصراحه. يعني انا قاعد بسمع الواحد حزين والله العظيم على اللي هو بيسمعه. بالنسبه بقى للاهالي كالعاده،
يعني خير خير مثال خير. يعني نقول ايه، هو النادي الوحيد اللي مشرفنا دايما يعني بصراحة. بره ان انا اهلاوي والله يعني، بس يعني الاهلي في حتة تانية. الاهلي النهاردة يعني عامل كل حاجة فوق. يعني انت النهاردة انت لو عايز مثال علشان تبقى ناجح، روح شوف الاهلي بس خلاص. هو ده المرجعية بتاعت اي حد، كإدارة بقى، كتسويق، كدعاية، كإعلان، كلعب، كتمرين، كطب، ككل حاجة. بصراحة يعني الأهلي ما شاء الله في حتة تانية خالص خالص خالص، لوحده كده يعني. يعني ما شاء الله، الله أكبر. نتمنى بس إن احنا نشوف ماتش النهاردة حلو بتاع باتشوكا بالليل. كأس عالم يكون كويس. عارفين إن المواجهات صعبة جدا في دوري المجموعات الأول اللي هي اللي فوق. وعارفين احنا لو ربنا رزقنا وكرمنا وخلصنا، هنقابل يعني يا إما أتلتيكو مدريد يا إما باريس. حاجة صعبة جدا، صعبة جدا. باريس بطل أوروبا ب5 على الإنتر. أتلتيكو أرخم فريق في العالم بيلعب كورة. فنتمنى إن الأهلي يبقى في حتة يعني يلعب كويس والدنيا تمشي معاه. كل سنة وانتم طيبين. قلت أما أعيد عليكم وندردش شوية مع بعض. وإن شاء الله مين يكون في بقى اللي جاي حاجات تبقى حلوة، ونبدأ بقى نرجع مع بعض ونركز كده والدنيا تبقى أحلى. السلام عليكم.